رئيس تحرير صحيفة الإحساء نيوز. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم. نعزي الوطن ونعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل. هل ذكرت لي كيف تم هذا الموضوع ومن يمكن أن يكون وراء هذا الحادث، وكيف تم التعامل من قبل الشارع في الإحساء مع هذا الحدث بعد التفجير؟ السلام عليكم، مساء الخير اخوي محمد، الله يحفظك. الله يحييك. بداية دعني نصحح بس الاسم عبد الله السعيد، الله يحفظك. نعم اخوي عبد الله السعيد، يا الله يحفظك. حقيقة نعم، اصيبت الاحساء، اصيب حي محاسن بالاحساء بعمل ارهابي غادر، ولكن الالم امتد للمملكة بل للعالم الاسلامي باسره. صحيح. كل ما يمكنني قوله هنا ان نحن في مملكة كلما وجدت الأمور تقسو عليها وجدتها تزداد لحمة، تزداد تماسك، تزداد التفاف من الشعب حول القيادة. اليوم أنا حدثك من الأحساء، اليوم كان في ضيافة المكان اللي حصل فيه العمل الإرهابي، كان سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وسمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وسمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء، وحشد كبير من المسؤولين كلهم تواجدوا في نفس المكان الذي طالته يد الإرهاب. جاءوا ليوصلوا رسالة أن الجميع هنا قلب واحد جسد واحد، لن تمسوا شيء سوى مرض أصابكم ووهم أحاط بكم، كي تكون كل ما نريد إيصاله للفئة الضالة أن كل ما تبحثون عنه لن تجدوه في هذه المنطقة، في هذه المملكة. خليني أكلمك بصراحة أكثر أخوي عبد الله. العالم شاهدوا بالفيديو شخص كان يتهم رجال الأمن ويقول صوروه لا يبدلونه، بإشارة نعم. إلى أن رجال الأمن هم من يقف وراء مثل هذا العمل. مسؤول إيراني رفيع في الخارجية يصرح اليوم بأن الدولة السعودية هي من تقوم بتفجير المساجد. دعني أفصل بعض الشيء أخوي محمد بشأن الشخص الذي تكلم في الفيديو، ظهر وتكلم، كان يقول صوروه لا يبدلونه وكذا. كان على النقيض شخص آخر، هناك من تحدث بشيء من خلينا نبرة صوت فيها نوع من الشماتة في نقله للتصوير، وجاء آخر من أبناء الشيعة يقول له ابتعد وخر لا يجيك شيء. فهنا شيء فيه فعل ندينه وفعل نشيد فيه. ما يتعلق برأس الإرهاب إيران واتهاماتها، دعني أؤكد لك أخي محمد، وأنا ابن المحافظة وأتحدث معك من الأحساء ومن حي محاسن أرامكو الذي وقع فيه التفجير بالأمس، وللتو كنت أنا وزملائي الشيعة كنت في نفس الحتنية في مسجد الرضا، عفوا مسجد الرضا اللي حصل فيه التفجير. كنا سنة وشيعة يدا واحدة، همنا الوحيد ان ترجع الصلاة في المسجد. أنقل لك ما أشعره في المواطن الأحسائي. لا يوجد في الأحساء، في شيعة الأحساء، من له صلة برأس الفتنة ورأس الإرهاب إيران لا انتماء. والجميع هنا يكرر إيران لا تمثلنا، وإن تكلمت باسم الطائفة إلا أن الطائفة هنا تنبذها، لكن ولاءها للمملكة. أكيد، لكن مثل هذه التصريحات ومثل هذه الكلمات كأنها تدل أن هناك من يحاول إيجاد هذه الفرقة في الإحساء وفي المناطق الشرقية بالمملكة، وهي غير موجودة ولن توجد في الأحساء. أؤكد لك أخي محمد وأنا من قلب الحدث، في الأحساء خاب من جعل مثل هذا الأمر هدفه، والله لن ينجح. والله لو سألت، شوف أنا ما أتكلم لك عن جيل حالي فقط، تعال لأبنائنا الأطفال الآن، لو تكلمت معه بطريقة من أبناء الشيعة، أنا قبل شوي كنت أنا في نفس الحسينية اللي حصل فيها المكان، والله العظيم إني أجد أبنائهم أنهم كانوا يتكلمون عن دور رجال الأمن. محمد دعني أقول لك معلومة حتى تتضح الصورة. جميع القنوات كانت موجودة اليوم، وجميع وسائل الإعلام كانت موجودة،
والجميع أشاد بموقف رجال الأمن مقاومتهم لمدة تتجاوز الثمان دقائق على أقل تقدير. مقاومة الأشخاص من دخولهم كانت في مواجهة من رجال الأمن، وعلما أن الإخوان احتموا في داخل المسجد وتركوا المهمة في يد رجال الأمن لأنهم يعرفون أنهم في أيدي أمينة. هذول الأشخاص اللي يثقون في رجال الأمن اللي من أبناء السنة ومن بينهم قد يكون من أبناء الشيعة. نحن في وطن لا مجال للاقتسام فيه، هذا سني وهذا شيعي. نحن في وطن ولاءنا لهذه الأرض، لهذه الدولة، لهؤلاء القادة. يجب أن نعي أن ما يحاك في الخارج لا شأن لنا به. من المفترض أن نحصن أنفسنا في الداخل. أبنائنا الشيعة هنا إن كان طلع من عندهم شخص 2 3 مقرر فيهم، أثق تماما أن هناك ما يعمل على إصلاح هذا النسق من الداخل، من أهلها، من أبناء الشيعة أنفسهم. نعم. التطرف تجاه المملكة، حتى التصريحات الإيرانية التي تستهدف بها المملكة بين فترة وأخرى، ثق تماما أخي محمد أن أول من يستنكرها هم أبناء الشيعة هذه المنطقة في أرض أحساء الحب والتعايش. دعني أنا أقدم لك حاجة جميلة أستاذ محمد. أنا مستعد أني أفتح لك الجوال الآن في مكالمة جماعية واروح اكلم لك اي شخص من ابناء الشيعة هنا وتربط بالعكس يعني يا ليت نتمنى لان أسأله يعني اذا يسمعونا الشباب الان اللي حولك، احنا يجمعنا اكبر من كل المسميات، يجمعنا المملكة العربية السعودية، البلد الذي آمنا جميعا والذي جمعنا جميعا والذي آخانا والذي جعلنا سواسية أمام النظام وأمام الحقوق، وكلنا نقف صفا واحدا. بالعكس أنا أتمنى من الشباب من الشيعة أن يتكلموا وأن لا يسكتوا عن من يحاول أن يلصق الإرهاب بهم. نظام الولي الفقيه في إيران يحاول أن يصور نفسه أنه هو ولي أمر كل الشيعة، وهذا نعرفه جيدا أنه كذب. وكل أهل الشيعة في المملكة العربية السعودية لا يؤمنون بولاية الفقيه، فضلا عن أنهم لا يوالون دولة إيران، ولاءهم لوطنهم. هم ونحن كلنا أبناء الأحساء، وكلنا أبناء الرياض، وكلنا أبناء مكة والمدينة. يا ليت إذا أسمع منهم أحد يا عبد الله. ستسمع بإذن الله. أنا بنسق مع الإخوان وبتسمع. طيب أشكرك كثير يا عبد الله. حبيبي، شكرا جزيلا لك. يعني هذا كلام من شخص من حي المحاسن. الأخ عبد الله زميلنا من حي المحاسن، وشاف الأحداث بنفسه، ويعرف الحي ويعرف سكانه جيران لسنوات طويلة. لن يأتي أحد من الخارج حتى يفرق هذا النسيج، لا يحلم بذلك. المملكة العربية السعودية لم تبنى على ميليشيات وفرق ودعم أشخاص أو دعم جماعات. المملكة جاءت لتدعم الإنسان السعودي أيا كان، وحافظة الإنسان السعودي أيا كان، والإنسان السعودي يعلم ذلك جيدا، ويعرف من هم قادته، ويعرف ما هي دولته، ويعرف أن حقوقه محفوظة، وأن كرامته مصانة على أرض بلاده الطاهرة.